عملية تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا في دورة الاستدراكية انطلقت اليوم. الريبورتاج في النشرة من إقليم الرشيدية، حيث 400 أستاذ وأستاذة يتولون تصحيح إجابات نحو 3000 مرشح ومترشحة. فرصة أخيرة لنيل شهادة البكالوريا خلال هذا الموسم الدراسي. إجابات المستدركين هي الآن تحت مجهر الأساتذة الذين باشروا اليوم عملية التصحيح في إقليم الرشيدية. من حيث الروبورتاج، نحو 400 أستاذ وأستاذة يتولون مهمة تصحيح أوراق نحو 3000 مترشح ومترشحة. زهاب عزيزي، مولودي زندي. تسحب أوراق الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا من مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ثم توزع على الأساتذة المعنيين بعملية التصحيح. هنا في ثانوية بن طهير 150 أستاذا وأستاذة جندوا ليقوموا بالتصحيح الجماعي وفق توجيهات دليل المصحح. عندما نتوصل بالأوراق من طرف المسؤول عن العملية، نتوزع حسب اللجان ونبدأ في التصحيح، لكن قبل ذلك نتفق على سلم تنقيط وعلى مدى وضوح الأسئلة والأجوبة، كل هذا في جو يسوده التآخي. عملية تصحيح تأمر أولا وقبل كل شيء بتطبيق الحرفي لما ورد في دليل المصحح وأيضا دليل رئيس مركز التصحيح، بحيث أن التصحيح في البداية كيمر بشكل جماعي ضمانا لمبدأ تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. 400 أستاذ وأستاذة معنيون بعملية تصحيح في إقليم الرشيدية، موزعون على 4 مراكز بين الرشيدية، قلميمة وتنجداد. سيصححون 3035 ورقة، والرهان رفع نسبة النجاح. الرهان كان عندنا والطموح ديالنا هو انه النسبه ديالنا من 48% ديال السنه ديال الدوره الاولى ترتفع ان شاء الله بما يخص الدوره الاستدراكيه، ولكن ما يهمنا هو في عمليه التصحيح هو انه جميع الاساتذه ديالنا والاطقم الاداريه التربويه والساده المفتشين مجندون لهذه العمليه هذه، اولا لضمان حق التلميذ في تصحيح عادل ومنصف. وتستمر عملية التصحيح على مدى أسبوع بمختلف المراكز المعنية بالدورة الاستدراكية. الإقليم يراهن على الوصول إلى حوالي 70% كنسبة نجاح في البكالوريا لموسم 2016-2017.